الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فلم تكن له هذه العناية لا في الحديث ولا في الفقه السلفي، فهو من الناحية المذهبية حنبلي، ومن الناحية الحديثية كغيره، فليس له آثار في الفقه تدلنا على أنه كابن تيمية سلفي المنهج في التفقه في الدين، لعل له في ذلك عذرا كما ألمحنا إليه آنفا. وكذلك في الأحاديث، فهو كغيره مع الأسف الشديد لا معرفة عنده بالحديث الصحيح والضعيف. ومن الأدلة التي تدلنا على هذا أن له رسالة مطبوعة متداولة عند أتباع النجديين حتى اليوم اسمها آداب المشي إلى المسجد، وقد أورد في مطلع هذه الرسالة الحديث المعروف عند السلفيين عامة إلا القليل منهم بضعفه. حقيقة محمد بن عبد الوهاب فضله كبير على الأمة الإسلامية، لكن في شيء من الغلو والشدة، وظهر هذه الشدة ظهرت في شو كان بيسموهم هذول الجماعة الأولين، الإخوان من عهد الله، المطوعين مدري إيه، إخوان إيه اللي حاربوا الملك عبد العزيز، أيوة اللي سموهم الإخوان من عهد الله. إيه كان في عندهم شدة، ويظهر أن هذه سنة الله في خلقه إلا من عصم الله وقليل ما هم، كما قال عليه السلام: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى بدعة فقد ضل. الجماعة كان عندهم شيء من الشدة، أخذوها طبعا من بعض نصوص محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، واستمر الأتباع إلى هذا العهد موسومون بهذه الشدة. وكنا نسمع نحن قديما أنه هذول النجديين يكفروا عامة المسلمين أو بيقولوا عنهم خوارج إلى آخره. أنا لما بدأت أسافر إلى ذيك البلاد تجلى لي في أتباعهم شيء من هذه الشدة. يكفي في ذلك أنه مجرد ما واحد بيتوسل بالتوسل المبتدع عندنا جميعا أنه هذا كفر وأشرك. ما ينبغي نقول رأسا أنه كفر وأشرك، يجب أن نستفصل القول أنه هذا الذي يتوسل ماذا يعني، ماذا يريد. وهذا كفرنا وشركنا إمام من أئمة المسلمين ألا هو محمد بن علي الشوكاني، لأنه يقول بجواز التوسل. تعرف هذا أظن؟ نعم بالرسول بعد موته